أبوها لما عرف الحكاية قالها بحزم: اوعي تطلعي من شقتك يا بنتي، دي حيطة بيتك وسندك. أحمد رجع وقابل مريم بشرطين: يا تقعدي مع أمي يا تقبلي إني أتجوز معاكي في نفس الشقة عشان ما عنديش مكان تاني. مريم اللي كانت خلاص وصلت لآخر طاقتها بصت له بعينين مليانة دموع ووجع وقالت له بصوت عالي: لا ده ولا ده يا أحمد. من كام يوم مريم لمت كل هدوم أحمد في شنطة واحدة وكل حاجته وبعتتها لأمه مع البواب، وبعتت له جواب مقفول كتبت فيه كلمتين وبس، كلمتين كانوا نهاية لقصة 7 سنين. مريم دلوقتي قاعدة في شقتها وأبوها وأمها جنبها بيسندوها في أصعب لحظات حياتها، مستنية الطلاق، مستنية الورقة اللي هتفصلها عن اللي باع 10 سنين. هل مريم عملت صح؟ وانتوا رأيكم ايه في اللي عملته مريم؟ هل كان عندها حق؟ شاركونا تجاربكم في التعليقات تحت الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا كل القصص الحقيقية والمؤثرة اللي بنقدمها.